انت بتكذب ليه؟ بتكذب ليه؟ قادر تعمل الشيء ده اعمله، قادر تكمل مع الشخص ده كمل معاه، قادر تحب البني ادمه دي حبها، انما بتكذب ليه؟ ايه الداعي ان احنا نكذب؟ انت مش بتكذب على حد بره، على فكره انت بتكذب على نفسك. البني ادم ممكن يعمل اي حاجه، يغلط اي غلط بس ما يكذبش. البني ادم النظيف الحلو ما يكذبش. الامام علي كان ليه مقولة بيقول فيها إيه؟ ما أضمر أحد شيئا في قلبه إلا وظهر في فلتات لسانه وعلى صفحات وجهه. هتروح وهتيجي وهتتلون وهتتشكل وهتتخابس، اعمل كل اللي نفسك فيه وهيبان عليك، خصوصا لو انت بتتعامل مع حد ربنا مديله فراسة وربنا مديله بصيرة. وفي الأول وفي الآخر انت بتضحك على نفسك. لما يكون ربنا كرمك بواحدة إنسانة كويسة وصيناك وبتحترمك وبتقدر غيابك وبتقدر اللي انت بتعمله، وانت من وراها بتروح تكلم دي وبتكلم دي وبتكلم دي، هيبان عليك وهتتكشف في أي وقت. انت بتضحك على نفسك. لما تكون انت مع واحد وانت مش قادرة تحبيه ومش قادرة تحسيه، وفي نفس الوقت مكملة علشان بتمصلحي من وراه مثلا او بتستنفعي من علاقتك معاه، هيبان عليكي. كل واحد بيعمل حاجة مش صادقة بتبان مع الوقت، بتبان. وقبل كمان ما تبان، انت ما بينك وما بين نفسك هتحس ان انت مش مرتاح ومش مبسوط وعارف ان انت بتعمل حاجة غلط. ممكن نغلط بس ما نكذبش، ممكن نغلط بس ما نخونش. يعني في حاجات كده من الفطرة السوية اللي ربنا فطرنا عليها ان احنا نكون صادقين. والاهم ان الصدق ده بيكون صدق داخلي. انت لو صادق مع نفسك وبتحب نفسك هيظهر عليك مع الناس. انت بقى بتشتغل نفسك وبتضحك على نفسك ومش متصالح مع نفسك، فبتدور على اي حاجة بره، هيظهر عليك. هيظهر عليك في تعاملاتك وهيظهر عليك في كلامك وهيظهر عليك في لسانك. خليك نظيف وراعي النعمة اللي بين ايديك ايا كانت هي ايه، واصدق معاها عشان ربنا يستر عليك.